علمتني أني إذا شغلني الله بالقرآن الله اختارني، أن الله عز وجل إذا وفقني للقرآن الله اختارني، إذا وفقني لتفسير القرآن الله اختارني. حتى في الجنة راعى عاطفة الأبوة والأمومة، حتى في الجنة. وهذا يعطيك دلالة، الأم في الجنة تشتاق لأبنائها، فقال الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم. هذه الآية ماذا تعلم؟ على قدر الصبر على أذى الناس يكون الجاه، يكون العظمة، يكون الملك، على قدر الصبر على الناس. لهذا علمتني هذه الآية نصبر وأن تصبر. هذه الآية ليست فقط للنبي بل لك أيضا. كلما صبرت على قضاء الله تكن برعاية الله وبعين الله. لهذا علمتني هذه الآية أن أصبر على أمر الله مهما جرى، والله عز وجل سيكلؤني برحمته بإذن الله. إذا قل الكلام الطيب واعلم أن الكلام الطيب سيصل لرب العباد، إليه يصعد الكلم الطيب. انتهى انتهى. قلت طيبا سيسمعه الله ويعلمه الله ويصل إلى الله، فلا تبالي في الناس. علمتني إذا جاء غم ولحق به غم يكن مفتاح ذهاب الحزن. لهذا قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم، ثم قال لكي لا تحزنوا. علمتني أن ليست النعم فقط التي علي، بل علمتني أن الله وعدني كل ما سألت سيعطيني، والدليل وآتاكم من كل ما سألتم. لهذا سأسأل ربي حتى أموت. علمتني أن اليقين بالله يطفئ الأحزان، فلا يحزنك ماذا؟ قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. علمتني أن أتكل على ربي سبحانه ولا أحزن بما يأتي لأذني. لابد أن يدخل عليك يوم جميل، لأن الله وعدك فيها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فاعلم أنه سيدخل عليك يوم جميل جدا. إذا أصابني هم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أصابني فقر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أصابني غم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أعظم آيات الأمل هذه الآية. علمتني أن الله يعلم آلامنا وأسرارنا وكل ما تحوي، هذا الصدر يعلمه سبحانه. كأن الله عز وجل يقول الذي هنا يؤلمك في سرك يؤنسك هذا الكتاب، قل أنزله الذي يعلم السر. علمتني هذه الآية مهما كانت الظروف حولي، بمعنى آخر لو لا أملك خيط، لو لا أملك بصيص أمل، مهما كانت الظروف حولي أنادي ربي في الظلمات. لا بد أن يجعل الله سبحانه وتعالى لي مخرج.